السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواتي وحبايبي وأصحابي اللي بينوروني ويشرفوني دايما على قناة باكورد مع أحمد الأفندي. الحقيقة بس عندي أحمد فتوح نجم نادي الزمالك، أحمد فتوح خليفة علي معلول، أحمد فتوح مضى للنادي الأهلي، أحمد فتوح جدد لنادي الزمالك. خد بقى المعلومات، بس انتشر لايك للفيديو، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وما تنساش ما تنساش اشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد قبل اي حد. خليك معايا في التفاصيل اللي جايه، خليك معايا في التفاصيل اللي جايه. موضوع احمد فتوح عنده رغبه في ان هو يجي النادي الاهلي بقوه. حلو الكلام، عنده رغبه في ان هو يجي النادي الاهلي بقوه، لكن نادي الزمالك مش عايز يسيب فتوح تماما لانه بيمر بازمه كبيره وما عندوش بديل دلوقتي. بالمناسبه النادي الاهلي عرض على فتوح، عرض على فتوح. النادي الاهلي قدم عرض، فتوح عنده رغبه كبيره، ولكن في يناير القادم يحق ليه امضاء لان اي نادي فري، فري من غير اي ولا سنت حتى. لكن ايه اللي هيحصل؟ هقول لك. نادي الزمالك الفترة اللي جاية هيكثف مفاوضاته بقيادة اللجنة المؤقتة ان هو يعمل استقرار في النادي، وبالتالي هيحاول بقدر الامكان يراضي الجمهور بانه يجدد لفتوح. حتى ابراهيم فايق طلع واتكلم في الموضوع ده وقال ان الزمالك بيحاول بكثافة يجدد لأحمد فتوح الفترة القادمة، وهو اللاعب معترض على المقابل والتقسيط لأنه عايز حقه. في لعيبة كتيرة جدا بالمناسبة ما بتاخدش فلوسها في الزمالك، ولكن كشف أرصدة الزمالك في خلال ساعات سيتم فتحه. خد الكلام ده. عموما هقول لك التفاصيل أول بأول، بس تابعني دايما على الفيديوهات اللي جاية. أشوفكم في فيديو جديد، تحياتي ليكم مع أحمد الأفندي. الحقيقة بس عندي في رعاية الله دايما. سلام.